السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة كده يا حبايبي ايه هنعمل أكلتنا النهاردة. يلا بينا كده ايه نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه هنعمل ايه النهاردة. عندنا ورق عنب هنعمله كده مع بعض، وعندنا كوارع هنشوف برضو هنعملها ازاي وهنسويها ازاي. ويلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه اكلنا النهارده. عندي الكوارع بتاعتي اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، جايبها من عند الجزار ومخليه مقطعها حتت زي ما انتوا شايفين كده، ما بسيبهاش بقى بعضها، لا بخليه ايه اقطع لي كل حته كده لوحدها. اغسلها طبعا تحت الحنفيه كده بميه، ما بغسلهاش بحاجه تانية، هي ميه بس، هي اصلا الكوارع نظيفه وكويسه ما فيهاش حاجه. وحاطه حله كده على البوتاجاز فيها ميه تسخن، والكوارع بتاعتنا هي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده بغسلها كده واطلعها احطها على الصينيه، عشان ايه هنحطها بقى كده هنعلق عليها كده على البوتاجاز عشان تستوي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي كده بنغسلها بقى ومتقطعه كده كل حته كده لوحدها، تخلي الجزار يقطع لك كل حته لوحدها كده، ما تسيبهاش كلها كده سايبه ببعضها، يعني ما تسيبهاش كلها كده شابكه ببعضها، لا خلي الجزار يقطعها لك كده بالسكينه كل حته لوحدها. اغسليها بقى يا حبيبتي كده، اغسليها مره واتنين بميه، ما بغسلهاش بحاجه، كورع بغسلها بميه بس ما بغسلهاش بحاجه تانية، يعني عشان هي اصلا بيضه كده ونضيفه زي ما انتوا شايفين كده، هي مش محتاجه اللي هي فيها حاجه. حطيت بقى المية تسخن كده، المية بتاعتنا سخنت، جبت بقى بصل وجزر وطماطمية كده برضو قطعتها حتت، وجبت ورقتين لورا كده حطيتهم برضو في المية. حطيت كل الخضرة اللي معايا ديت، اللي هو البصل والجزر والطماطم وورق لورا، وحطيت كل كده في الحلة. واحط بقى ايه المية بتاعتنا غليت، حطيت الحاجة الخضار بتاعنا وحطيت عليه ايه، احط بقى الكوارع كده في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، واحط بقى شوية فلفل اسود وخلاص على كده، واغطي عليها بقى واغطي عليها البوتاجاز واسيبها بقى ايه تستوي براحتها كده ايه زي ما انتوا شايفين كده. احطها بقى كلها كده في الحلة واغطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. هحط لها توابل ايه، هنحط فلفل اسود وال ومش هنحط حاجة تانية بقى، الملح طبعا مش هنحطه الا ما هي تستوي، عشان لو حطيتي ملح من دلوقتي مش هتستوي. طبعا بقى كلنا عارفين المحشي بيتعمل ازاي، وانا كنت عاملاه كذا مرة معاكم. الصلصة، عملت كده الصلصة وغسلت الرز وحطيت عليه الخضرة بتاعتنا هيت، هحط بقى عليه الصلصة واقلب بقى ايه الخضرة مع البتاع ده مع الصلصة بتاعتنا. وحطيت طبعا التوابل بقى زي ما انت عايزة تحطي، عايزة تحطي شطة تحطي كمون تحطي فلفل تحطي بهارات. وحطيت طبعا التوم، اهم حاجة عندي التوم على المحشي. اقلب بقى الخلطة كلها كده، والرز بتاعنا كنت غسلاه والخضرة مخرطاها. بحط خضرة ايه على المحشي، بحط شبت وبقدونس وكزبرة، بحط التلاتة مع بعض. اقلب بقى الخلطة بتاعتي دي كلها كده مع بعضها، تانيك تقلبي فيها كده كويس علشان الصلصة تيجي في الرز كله، او زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اقلب كده بالمعلقة وبعدين احط المعلقة بقى واروح ايه مقلبة بايدي، واجيب بقى الورق والف على طول. تقلبي بقى كله كده، تخلي الطماطم كلها تشرب من الرز، يعني الرز يتشرب من الطماطم، وكل الخلطة كده تتقلب مع بعضها كده. كنت جبته يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده ولفيت كله اهوت وخلصت. هزوده بقى، انا جبت اللي عندي شوية صلصة، حطيت عليهم شوية شوربة، يعني عندي معلقتين صلصة كده باقية من المحشي مخلياهم، احط عليهم الشوربة وبعدين ايه ازود بيهم المحشي بتاعنا اهو. بشوف كده بالمعلقة وارجع ايه ازود تاني، وتحط المحشي على نار عالية لحد ما يغلي، وبعدين توطي عليه وتسيبيه ينشف بقى ايه كده براحته. طبعا الشوربة محدقة
يعني كنت سايبة معلقتين صلصة من الصلصة بتاعة المحشي، حطيت عليهم شوربة وبعدين زودت بيهم. اغطي بقى الحلة واسيب المحشي بتاعنا يستوي كده براحته، والكوارع برضو بتستوي في الحلة التانية. الكوارع هي حبايبي بتاعتنا استوت اهيت، اطلعها بقى كده. طلعتها اهيت وحطيتها على الصينية كده. اهي حبايبي استوت خالص اهيت، والمحشي معانا بيستوي كده على البوتاجاز. عايزة بقى الكوارع تاكليها زي ما هي كده كليها، عايزة تعملي لها صلصة بتومة، انا ببقى اعمل صلصة بتوم كده واروح حطها على على الكوارع. وده المحشي بتاعنا استوى اهوت، هنغرفه بقى. والشوربة بتاعتنا طبعا نصب برضو شوية شوربة كده وليمونة فيها اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. هغرب بقى المحشي بتاعنا كده ونحط شوية شوربة كده في طبق اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. هفضي كده في الطبق المحشي، لسه المحشي طافي عليه لسه سخن مولع. وعندي الكوارع اهي طلعت كده شوية في طبق، وجبت طبق شوربة طبعا وعصرت عليه ليمونة. ويا رب اكلنا النهاردة يعجبكم، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يعود علينا الايام كلها بخير، احنا وأمة محمد اجمعين. اه يا حبايبي غرفت المحشي بتاعنا اهوت، ومعنا الشوربة ومعنا الكوارع. واللي ايه رأيكم بقى في الاكل بتاعنا النهاردة؟ يا رب اكلنا النهاردة يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.